يا شقيق زي عيد بالظبط، لكن الفرق بينها وما بينه انها احن منه، وعندها اخوها وعياله اللي بتراعيهم غصب واقتدار. وحتى يوم ما بتتجوز عثمان المقاول اللي اخوها شغال معاه بتبقى مستنيه اللحظه اللي تطفش فيها منه ومن قرفه، عكس هند اللي بترضى بشغل البيوت وبتحب عيد وبتسمع كلامه في كل حاجه، لدرجه ان عيد هيروح شقه هند شغاله فيها ويسرقها، وهند تبقى هي المتهمه الوحيده في سرقه الشقه والتهمه تبقى لابساها، لكن هند تبقى لسه بتحبه وبتعرف انها حامل منه كمان. عيد قبل ما يهرب من الشقه هيقول لهند انه بيحبها وحاول يكون شريف لكن معرفش، وانه بيشتغل حرامي وهيفضل حرامي. هند بتبقى خايفة لا يتقبض عليها بتهمة سرقة الشقة، فبتروح لكاميليا تعيش معاها، لكن عثمان جوز كاميليا هيطرد الاتنين بره، وهتكون دي اللحظة اللي كاميليا مستنياها، وهي لحظة تحررها من كل شيء بيقرفها او بيخنقها. وفعلا بتاخد حاجتها وتطفش هي وهند. طفشان كاميليا وهند خلاهم يباتوا في عمارة على الطوب الأحمر، عمارة لسه بتتبني، وكاميليا وهي نايمة بتقول ياه لو يجي اليوم اللي يبقى عندنا في بيت زي ده، لكن هند بتقول لها فوقي مش بعيد السنين تجري ونبقى بنخدم في شقة من دول. وزي ما يكون خدمتهم في البيوت بقت مصيرهم الأبدي، مصيرهم اللي مش هيعرفوا يهربوا منه حتى لما هند بتخلف أحلام، وكاميليا تشتغل بياعة خضار في السوق لحسابها وبقى معاها قرش محوشاه، وحتى عيد استقرت شغلانته الجديدة تجارة العملة في السوق السوداء. هتشوف كاميليا وهند شقيانين بدون سبب، شقيانين وما بيسألوش نفسهم ليه شقيانين ولا حتى بيشتكوا، ناس عايشة وراضية، وزي ما عيد دايما بيقول مسيرها تروق وتحلى. عيد وكاميليا يا شقيق كانوا أكتر تمردا وجرأة من هند، وعشان كده هتلاقي التغيير في حياتهم كان واضح وبارز وصادم، من أول ما كاميليا بتطفش من عثمان لحد ما بتتقفش في بيت من البيوت اللي بتخدم فيها وهي سارقة شوية سمنة ورز وسكر، لحد ما بتعمل فرشة خضار في السوق. وعيد حدث ولا حرج، من سواق ميكروباص لعجلاتي لحرامي لتاجر عملة. لكن برغم كل القسوة والظروف الصعبة اللي عايشة فيها كاميليا دي واللي انا حكيت لك عنها، لما اخوها اللي عرفها في حياتها بينصب عليها في 50 جنيه شقاها وتعبها عشان يشم بودرة، مش هتشوفها زعلانة ولا حاجة، عادي، ده زي ما عيد بيقول بالظبط مسيرها تروق وتحلى. عيد قبل ما يتسجن المرة الأخيرة يا شقيق هرب بمبلغ خده من زبون في تجارة العملة، والبوليس قبض عليه، لكن عيد كان دفن الفلوس تحت شجرة